إن الله عوض الحسين بقتله أن جعل الشفاء في تربته والدعاء تحت قبته والذرية الطاهرة من ولده. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله لسلامتنا وسلامتكم وسلامة إمامنا صاحب العصر والزمان. صلوا على محمد وآل محمد. هذا الحديث من الأحاديث القيمة التي تبين لنا عظمة سيد الشهداء عليه السلام، التي تبين لنا عظمة هذا الرجل الذي ضحى بدمه وقتل في سبيل الله من أجل الدين الإسلامي، من أجل إحياء الدين الإسلامي. الإمام الحسين عليه السلام كانت غايته هو إنقاذ المجتمع مما فعلوه بنو أمية. ماذا فعلوا بنو أمية؟ النبي صلى الله عليه وآله جاء من أجل التوحيد. كل الأنبياء، هناك قاعدة في علم الكلام تقول ما تسمى بقاعدة اللطف. هذه القاعدة تقول إن الله سبحانه وتعالى أوجب على نفسه، هو أوجب على نفسه، مو واحد أوجب عليه، لا، هو أوجب على نفسه. أوجب على نفسه بأن يرسل الأنبياء ليدخلوا الناس إلى طاعته ويبعدوهم عن معصيته. وهذا هدف الأنبياء، وهذا هدف الأنبياء. هدف الأنبياء شنو؟ إدخال الناس إلى طاعة الله سبحانه وتعالى وإبعادهم عن معصيته. يريدون أن يثبتوا التوحيد، ولذلك جاءوا وحاربوا الأنبياء وقاتلوا الأنبياء وقتلوا الأنبياء. يعني مثلا بني إسرائيل يقولون كانوا يقتلون في كل يوم 70 نبي، هكذا في كل فترة كانوا يقتلون 70 نبي. عندنا شقد 124 ألف نبي. دول بني إسرائيل كانوا يقتلون الأنبياء. فهذا هو هدف بعثة الأنبياء. الإمام الحسين عليه السلام، النبي صلى الله عليه وآله ثبت التوحيد وأرشد الناس لمدة 23 سنة يبلغ، ونجح في التبليغ. نجح الإمام الحسين أو النبي صلى الله عليه وآله نجح في التبليغ وسوالك في إمبراطورية عظيمة. بعد شهادة النبي، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، صار الانقلاب، وخاصة في عهد عثمان ابن عفان لعب بالسنة، لعب دمر السنة دمار. يعني بحيث المسلمين اجوا قتلوه، وهم تهموا أمير المؤمنين عليه السلام، قالوا له أنت قتلته. وصارت معركة الجمل
في البصرة، والقضية واضحة عندكم. في زمن عثمان، من عثمان استلم الخلافة. عثمان تدرون من بني أمية. يقولون يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وآله رأى في عالم الرؤيا بأن قردة تلعب على منبره، قردة، ففسرها أنه بنو أمية سوف يحكمون لمدة 80 سنة. فعلا حكموا لمدة ليست بالمدة القليلة، 80 سنة. وهاي حكم بني أمية لعبوا بالناس، لعب، دمروا الناس تدمير، قتل وتشريد وإلى آخره. وخصوصا الشيعة، أذوا الشيعة. في زمن عثمان، من استلم عثمان الخلافة، أبو سفيان كان موجود، كان أعمى. أبو سفيان هو اللي أبو معاوية جد يزيد. قال: تلقفوها يا بني أمية فوالله لا هناك لا جنة ولا نار. رجع إلى أصله، رجع إلى حالته الطبيعية. شنو يعني هناك لا جنة ولا نار؟ يعني هذا اللي لا يؤمن بالجنة ولا يؤمن بالنار، أسألك بالله هذا موحد؟ لا، ليس بموحد. هذا يؤمن بالله سبحانه وتعالى؟ لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى. ولذلك قال: تلقفوها يا بني أمية فوالله لا هناك لا جنة ولا نار. حتى يقول عن النبي صلى الله عليه وآله: دفنا دفنا، حتى قرن اسمه باسم ربه. فجاء الحسين عليه السلام، من شاف هذا الأمر جاء لإصلاحه. يعني مثلا إذا يشوف مثلا يزيد وهو حاكم على المسلمين، يزيد وحاكم على المسلمين، زين الحسين بهذه الحالة شنو يسوي؟ شنو يسوي؟ يسكت؟ هذا راح يدمر الإسلام تدمير. هو إسلام جد رسول الله. الإمام الحسين عليه السلام شو يقول؟ يقول إن يزيد رجل فاسق، أو قبلها يقول الحاكم المدينة، يقول له: نحن أهل بيت النبوة. شوف، هذا راح يفرق لك بين الحق وبين الباطل، راح يفرق لك بين منطق السماء وبين منطق مولانا الباطل، منطق الشيطان. الذي يمثل منطق السماء هو الإمام الحسين عليه السلام. الذي يمثل منطق الحق بكل صوره هو الإمام الحسين عليه السلام. في زمن الحسين الذي يمثل الباطل والذي يمثل الشيطان هو يزيد ابن معاوية. لذلك الحسين عليه السلام يقل الحاكم المدينة، والي المدينة، كان مروان إلى جنبه، قال له: إنا أهل بيت النبوة. هذا شوف مميزات القائد، هاي مميزات الحسين. البارحة احنا تكلمنا، اللي كان موجود يتذكر، تكلمنا حول نورانية الحسين. احنا نلطم ونبكي ونقيم المجالس على الحسين عليه السلام، كن نعرف الحسين عليه السلام منه. البارحة تكلمنا عن الحسين بأنه من عالم الأنوار. أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، وحينما خرج إلى عالم الدنيا أيضا نور. وهذا نفس ما قلت لك البارحة، هذا يقول: شغلني نور وجهه. راد يقتل الحسين، جرت سيفه، راد يقتل الحسين عليه السلام، لكن رمى السيف وولى هاربا. سألوه قال له: ليش؟ قال لهم: شغلني نور وجهه عن التفكر أو عن الفكرة في قتله. هذا الحسين عليه السلام مولانا. فالحسين عليه السلام خرج ضد الباطل اللي هو يمثل الحق بكل صوره، فقال: إنا أهل بيت النبوة.
ومعدن الرسالة ومهبط الوحي والتنزيل، أو ومهبط الوحي، وبنا فتح الله وبنا يختم. ويزيد رجل فاجر فاسق قاتل النفس المحترمة. التفت. ومثلي، منو أنا؟ أنا الذي أمثل الحق، أنا ابن بيت رسول الله، ومثلي لا يبايع مثله. قل فعلى الإسلام السلام إذ بليت الدولة أو هكذا الحكم براع مثل يزيد، إذ بلينا مثل يزيد براع مثل يزيد. هذا يزيد نفس ما قلت لك كان لا يحترم الدين، كان لا يحترم القيم، كان لا يحترم المبادئ، كان غير موحد. اللي هم يقولون مع الأسف، هذا أبو حامد الغزالي اللي يقولون أنه فيلسوف وعنده كتب بالفلسفة وغير ذلك، هذا يقول أنه حرام أن واحد يلعن يزيد، ما طول أنه مسلم، ما طول أنه حاكم، حرام. يا أخي أنت وين إسلامه؟ تقاري سيرته اللي يترنم بأبيات ابن الزعبرة، يقول لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل، لست من خبر جاء، التفت، خبر جاء ولا وحي نزل، لست من خندف إن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فعل. ما قال ربك، ينسبون هذه الأبيات له، كان يشرب الخمر كثيرا، ولذلك هو مات هلك في سنة 7 أو 64 للهجرة من شدة شربه للخمر. ما قال ربك، هو يقول ما قال ربك ويل للذين شربوا، بل قال ربك ويل للمصلين. الغرض من كلامي، الحسين عليه السلام حينما خرج من أجل إحياء الدين، من أجل إحياء الأمة. إني ما خرجت إلا شنو؟ لطلب، لم أخرج أشرا ولا بطرا، أنا مو بطران ولا ظالما ولا مفسدا، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي ولأمر بالمعروف ولأنهى عن المنكر. قالها الحسين عليه السلام. فالله سبحانه وتعالى بقتله عوض الحسين. بماذا عوض الحسين؟ عوض الحسين كما قال النبي صلى الله عليه وآله ومن بعده الأئمة. يعني هذا الحديث أيضا الأئمة الإمامين الصادقين أيضا ذكروا هذا الحديث، تكلموا به وحكوا. قال إن الله سبحانه وتعالى عوض الحسين بقتله بأن جعل الشفاء في تربته. هذا أولا. قلت لك البارحة تكلمنا حول نورانية الحسين، الآن ناخذ من خصائص الحسين عليه السلام أنه مولاي الشفاء في تربته، والدعاء تحت قبته، والمعصومين الذرية من ولده. أمر عليهم مرور الكرام لأن الكلام هواي، إن شاء الله بالأيام الجاية عندنا فد مواضيع إن شاء الله جميلة. صلوا على محمد وآل محمد. الثانية غفر الله لكم. إخواني، هذا المقام وهذه الخصيصة ما موجودة حتى عند رسول الله، حتى عند أمير المؤمنين عليه السلام. يعني ماكو، شوف الحسين عليه السلام وعظمة الحسين ومقام الحسين عند الله سبحانه وتعالى، لا يوجد عندنا روايات بأنه
جعل الشفاء في تربة النبي صلى الله عليه وآله، أو جعل الشفاء في تربة أمير المؤمنين، أو هكذا. إخواني وأعزائي، هذه التربة تربة الحسين عليه السلام، تراب الحسين، إما في قبر الحسين قريب من جسد الحسين عليه السلام، أو مسافة، يقولون مسافة تقريبا 35 تقريبا هكذا متر من الأطراف الأربعة، من الأطراف الأربعة. بعض من الفقهاء يقول كيلو، يعني تقريبا 100 ميل، 100 ميل يعني تقريبا كيلو شوية هاي التراب. شوفوا إخواني وأعزائي، أهل البيت عليهم السلام ماذا يقولون؟ يقولون أكل الطين حرام. التفت جيدا. يقولون أكل الطين حرام، نفس ما واحد يأكل أجلكم الله الخنزير، نفس ما واحد أجلكم الله يأكل الكلب أجلكم الله، مثل ما واحد أجلكم الله يأكل اللحم الغير الميتة أو الغير مذكى، يعني ما مذبوح على الطريقة الإسلامية، حرام. فقط تراب قبر الحسين، يعني مثلا تراب قبر النبي، قبر أمير المؤمنين، باقي الأئمة، إذا واحد حتى لو بمقدار الحمصة ما يصير إشكال، فقط الحسين عليه السلام. شوف هذه عظمة الحسين عليه السلام. يعني مثلا أنت تقدر تخلي تراب مثلا من قبر النبي صلى الله عليه وآله، أو قبر أمير المؤمنين، أو باقي الأئمة، تخليه بجيبك، لكن تستعمله للشفاء لا، فقط الحسين. بوركت يا أبا عبد الله، الشفاء في تربته. تخلي مثلا يقولون انت خوب مو مثلا تجي وتاكل التراب واكل هو، لا هو الفقهاء شو يقولون؟ يعني قلت لك أكل الطين حرام، أكل الطين حرام، لكن تأخذ بمقدار الحمصة، هكذا الفقهاء يقولون، تأخذ بمقدار الحمصة وتضعها في ماء بنية، شوف التفت، بنية الاستشفاء. هاي كرامة للحسين عليه السلام، كرامة لأبي عبد الله الحسين عليه السلام. أحد العلماء سيد الميلاني، سيد الميلاني تقريبا وصل عمره فوق 80 سنة، وأصابته شيء، وأصابته قريب العمى، مو عمى كلش، لا قريب العمى. راح للدكتور قال له بعد ماكو فائدة. فهو مرجع من المراجع، فيجوا له في قم، يجوا له ذول المعزين أهل المواكب. هاي حالة موجودة في قم في النجف، أنه أهل المواكب يجون إلى المرجع، يسوون تعزية، يسوون مجلس لطم عنده. فهذول إخواني وأعزائي مطينين، حاطين من تراب الحسين عليه السلام. فهذا المرجع، هذا السيد الجليل رحمة الله عليه، السيد الميلاني، يقولون أخذ شيء من تراب، من هذا الطين، من تراب أبي عبد الله الحسين، فسوى بعينه هكذا. ببركة هذا الشيء، ببركة هذا الفعل، ببركة تراب الحسين عليه السلام، شوفيه. هكذا يقولون، وظل يشوف إلى أن مات، وظل يشوف أكثر من هو صاحي، مثل ما يقول، من هو بعد شاب. هاي كلها بركة من إخواني، بركة أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. هذا يقولون واحد قاعدين في مجلس في بني العباس، عند بني العباس،
فواحد من النصارى طبيب نصراني فقال للواحد من الشيعة، قال له أنتم تروحون إلى قبر قرب نهر الفرات تروحون له وتزورونه، منو هذا؟ قال له هذا الحسين ابن علي ابن بنت رسول الله. وبعبارة تنجل فيها قال له بعد أزيدك من الشعر بيت. قال له شنو؟ قال له هذا الشفاء في تربته. وهذا النصراني يحكي طبيب، يقول يوم من الأيام كانوا قاعدين جالسين في مجلس بني العباس مولاي، فواحد ظلوا يحكون عن قضية الحسين سلام الله عليه، قضية أبي عبد الله الحسين وما جرى عليه في كربلاء. فواحد من عندهم إيش قال؟ واحد من عندهم قال أنا يوم من الأيام أصابتني الحمى أو الحمى، يعني بحيث وصلت إلى الموت، قلت أموت، فاستعملت تراب الحسين سلام الله عليه، خليته في ماء ظلت أستعمله أشربه، فشوفيت ببركة تراب أبي عبد الله الحسين عليه السلام. واحد من الجالسين قال له هذا التراب موجود عندك؟ قال له نعم موجود عندي. قال له روح جيبه. فراح جابه وطأ إليه. سوى هذا قل نزع ملابسه ووضع التراب في دبره. يعني شنو؟ يعني يستهزئ من تراب سيد الشهداء ويستهزئ من سيد الشهداء بنفسه. يقول بينما هو كذلك، يقول أصابته النار في ذلك المكان. فإجاله نفسه هذا الطبيب النصراني، إجاله قال له بعد أنت ما تفيد، بعد ما تفيد، ومات وهلك لأنه استهزأ بتراب الحسين وبتربة الحسين. إذا بعض الناس بعض الشباب مثلا يجي يستهزئ، يجي يبين روحه بأنه مثقف، بأنه قاري له كم كتاب، بأنه كذا، فيشوف مثلا يضحك على هاي الأمور، أنت هذا اعتقادك، أنت تعتقد. مع الأسف حتى من جماعتنا هو موالي وشيعي مولاي، وربما هم يروح المشاية، لكن بعض الأمور يستهزئ بها، مثل قضية الشافي بتربة الحسين، هيك يعني ما يعتقد بهذا الاعتقاد، فنقول له شو نقول له أنت ظل على اعتقادك وإحنا ظل على اعتقادنا، إحنا نعتقد بهذا الشيء. وهلك ومات لأنه استهزأ بتربة الحسين، بتراب الحسين. الشفاء في تربته، والدعاء واستجابة الدعاء تحت قبته. هناك أماكن إخواني، هناك أزمنة للدعاء، مثلا في ليلة القدر الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء، مثلا في ليلة الجمعة الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء. كذلك هناك أمكنة منها أخواني ضريح الحسين عليه السلام، صحن الحسين، قبر الحسين عليه السلام. هذا قبر الحسين الذي تحفه الملائكة من كل جانب وصوب. عجيب الحسين سلام الله عليه، عجيب ماذا فعل بالناس، بحيث الناس إخواني وأعزائي اتكهربت بالحسين سلام الله عليه. شوف الناس مجانين بأبي عبد الله الحسين. الدمع لا يرقى مدى الأزمان لرزية المذبوح والعطشان، هذه المدامع سيلها متوافر من كل قاص في الأنام وداني.
النبي صلى الله عليه وآله يقول إن لقتل ولدي الحسين ماذا؟ حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. يعني شنو معناته أخواني؟ معناته يعني أبد والله لا ننسى حسينا، يعني هذه الحرارة موجودة في قلوبنا لا تبرد أبدا. هذا النبي صلى الله عليه وآله يقول. تأتي سيدتنا ومولاتنا زينب أمام طاغية زمانها، أمام يزيد، شو تقول له؟ تقول له أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وسوقك بنات رسول الله سبايا قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن وتحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد ويستشرفهن أهل المناهل والمعاقل ويتصفح بوجوههن الدني والشني ليس معهن من حماتهن حمي ولا من ولاتهن ولي وكيف ترتجى مرافقة إلى آخر خطبتها. بعد شو تقول له؟ تقول له كد أحسنتم ووسع سعيك وناصب جهدك فالله لا تمحو ذكرنا. هاي دلالة على شنو؟ يعني أبد والله لا ننسى حسين. ولا تميت وحينا وما أيامك إلا عدد وما جمعك إلا بدد يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على القوم الظالمين. بعدين أكو هم موقف لها من مروهم على مصارع القتلى، تقول لزين العابدين، تقول له عم زينب سينصب في هذا الطف علم كلما اشتهت أئمة الجور على محوه وطمسه فلا يزداد إلا ارتفاعا وهم يزدادون انتكاسا وهوانا. أنتم تتذكرون، ربما إحنا في ذاك الزمن صغار، ربما بعدنا ما موجودين، لكن أنتم تتذكرون هاي بالانتفاضة الشعبانية سنة 91 سووا حتى قصفوا الحسين سلام الله عليه، قصفوا قبة الحسين، وإجا هذا حسين كامل أما هو قتلهم لعنة الله عليهم، قتله بنفسه قتله. يا سبحان الله، سلط الظالم على الظالم، قل له أنت حسين وأنا حسين. ماذا فعلوا بأبي عبد الله. فمشكلة هذا الإنسان اللي مولانا يحارب الحسين، ترى على قولة أهلنا وعلى قولة يعطيها حيدرية، ترى بالمكان الحسين سلام. ولذلك هذا طلعوا بالحفر لأنه حارب سيد الشهداء. بعد إخواني وأعزائي الدعاء تحت قبته الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء كرامة لسيد الشهداء سلام الله عليه، وأنت في صحن الحسين بقلب نظيف بقلب طيب بقلب طاهر تدعو الله سبحانه وتعالى ما يقصر عنك. والذرية من ولده. شوفوا إخواني وأعزائي، يأتينا سؤال: لماذا جعل الذرية من الحسين، يعني الذرية المعصومين التسعة، لماذا جعلهم من الحسين ولم يجعلهم من الحسن؟ والحين أن الإمام الحسن أكبر من الحسين، وهو يقول للأخت زينب في ليلة العاشر، يقولها: أخي زينب تعزي بعزاء الله، أخي زينب جدي خير مني ومات، يعني أفضل مني، أبي خير مني ومات، أمي خير مني وماتت، أخي الحسن خير مني ومات. ليش الله سبحانه وتعالى جعل الذرية الطاهرة المعصومين من أبي عبد الله ولم يجعلهم من الحسن؟ الجواب على هذا التساؤل من خلال نقطتين. صلوا على محمد وآل محمد. إخواني وأعزائي، أن أمر الخلافة، أمر الإمامة، أمر إلهي من الله سبحانه وتعالى، لا أحد يتدخل. أمر الإمامة كذلك النبوة، الله سبحانه وتعالى هو الذي يجتبي، الله سبحانه وتعالى هو الذي يصطفي،
ما حد إلى غرض أنه يتدخل بشأن النبوة وبشأن الإمامة. شأن النبوة وشأن الإمامة من الله سبحانه وتعالى. تقرأ في القرآن الكريم: وما أرسلناك، من المرسل؟ الله. كذلك في آية أخرى عن الإمامة: إني جاعلك للناس، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي. إذن الإمامة شنو أخواني؟ عهد من الله. هاي خليها ثقافة. ترى حتى الشباب مع الأسف ما فاهمين شنو معنى الإمامة. عبالهم الإمامة نفس هذا إمام الجماعة، أو مثلا إحنا عندنا إمام الطائفة، الإمام الخوئي مثلا، أو الإمام السستاني وهكذا. لا، الإمامة يعني عبارة عن منصب إلهي، اجتباء إلهي، اصطفاء إلهي، عند ولاية تكوينية. هذا التراب باستطاعت أن يحوله إلى ذهب. شلون النبي عيسى؟ احنا مو نعتقد بأن النبي عيسى يشافي المرضى ويبرئ الأكمه والأبرص وهكذا ويحيي الموتى. أهل البيت عليهم السلام باعتقادنا أفضل من عيسى، أفضل من عيسى. شوفوا أخواني، أكو آية في القرآن تقول أنفسنا وأنفسكم، يعني أمير المؤمنين هو نفسه رسول الله. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل من جميع الأنبياء، وأمير المؤمنين هو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله، إذن أمير المؤمنين أفضل من جميع الأنبياء إلا النبي محمد. فأمر الإمامة أمر إلهي. ليش مثلا جعل الإمام زين العابدين إمام، ما جعل علي الأكبر إمام؟ وهكذا أخواني، وهكذا. فقضية الإمامة أنت لا تسأل أنه ليش هذا خلاه إمام هذا ما خلاه إمام، ليش كذا ليش كذا. فأمر الإمامة أخواني وأعزائي من الله سبحانه وتعالى. النقطة الثانية من الجواب، مو معناته أنه الإمام الحسين عليه السلام إذا أعطاه الله بعض الخصوصيات، يعني مثلا الشفاء في تربته، أو الدعاء تحت قبته، أو الذرية الطاهرة منه من صلبه، مو معناته أنه أفضل من جده وأبيه وأمه وأخيه، لا، وإنما هذه مميزات. يعني مثلا إخواني، مثلا فاطمة الزهراء تسمى محدثة ومحدثة. محدثة شنو؟ محدثة كانت في بطن أمها، جنين في بطن أمها، يدخل رسول الله صلى الله عليه وآله على خديجة مولاي، فيسمع خديجة جاي تتكلم جاي تحكي، يقولها ويا من تحكين؟ تقول له يا رسول الله هذا الجنين الذي في بطني يتكلم معي يحدثني، فسميت محدثة، تتحدث مع أمها. وأيضا نسمي فاطمة عليها السلام محدثة. ليش نسميها محدثة؟ لأن الملائكة تتنزل عندها بعد شهادة أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله، تنزل عندها وتعطيها معارف وتعطيها معلومات، وأمير المؤمنين عليه السلام يكتب. فصار من هذا الكلام وهذا المعارف مصحف يسمى بمصحف فاطمة، عبارة عن علوم أهل البيت، يعني من مصادر علوم أهل البيت عليهم السلام مصحف فاطمة. فمو معناها أنها فاطمة تتنزل عليها الملائكة، مو معناها أنها أفضل من علي بن أبي طالب، لا. لولا علي لما كان كفؤ، ماكو أحد كفؤ لفاطمة. علي وما أدراك ما علي. هذا شاعر يقول أكل تفاحة طاها وخلف الزهراء، أبو طالب شماكل مو حرت بيها، وخلف لنا أمير المؤمنين عليه السلام. فالإمام الحسين الله سبحانه وتعالى حينما يعطي الحسين مميزات، حينما يعطي بعض الخصائص، مو معناته أنه أفضل من جده وأبيه وأمه، لا، وإنما هذه مميزات، هذه خصائص. يعني مثلا أمير المؤمنين عليه السلام قلع باب خيبر بيده، يا قالع الباب الذي عجزت عن هزه. شوف شو يقول الشاعر، هزه، فقط هزه. أكف 40 و4، يجي أمير المؤمنين يقلع هذا الباب
بقوة كما يقول بقوة روحانية لا جسمانية. النبي صلى الله عليه وآله ما عندنا أنه يوم من الأيام قلع باب مثلا، لكن ومو معناته أن أمير المؤمنين أفضل من رسول الله. أمير المؤمنين يقول أنا عبد من عبيدي محمد، وإنما هذه خصوصيات مميزات أعطاها الله سبحانه وتعالى للإمام الحسين ولأمير المؤمنين، مو معناته أنه أفضل من جده وأبيه وأمه وأخيه. حبي بثلاث، طولت عليك أرجو المعذرة، ما أحاط بمثلها ولي، فمن زيد هناك ومن عمرو، له تربة فيها الشفاء وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر، وذرية منه 9 أئمة حق لا 8 ولا 10، له تربة فيها الشفاء وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه